اوعي تعملي الشكشوكه بالطريقه التقليديه. تعالي النهارده اقولها لك ازاي تعمليها بالايطالي وكمان بالطعم المصري. ان شاء الله النهارده اعمل لكم الشكشوكه بطريقه جميله جدا. النهارده هنستخدم الوان كتيره فيها. استنوني واتفرجوا معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفوا كل التفاصيل اللي انا هقدم لكم بها الشكشوكه على قد الايد كده وتكمل معانا شهر، لان بيجي اخر الشهر ومصروف البيت بيخلص. تعالي النهارده نشوف هنعملها ازاي، وان شاء الله باذن الله هتنول اعجابكم. بس اهم حاجه لو حضرتك جديده معايا في القناه، اوعى تنسي الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصل لكل فيديو جديد انا بقدمه. وكمان اتمنى حضرتك تديني لايك للفيديو عشان نعرف ازاي نعمل الشكشوكه الايطاليه بالطعم المصري. هنطلعها النهارده باذن الله بطعم جميل جدا رهيب بجد. ان شاء الله لما تجربيها وتدوقيها بجد مش هتعملي الوصفه دي غير بالطريقه بتاعتي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا معاكم حلقتي النهارده. هنا انا معايا بصلايه بحجم متوسط، طبعا على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. يعني انا الكميه دي هعمل بيها 6 من البيض. هنا هحمر بصلايه بحجم متوسط. طبعا انا قطعتها وقطعت القشره الخارجيه وغسلتها وقطعتها قطع صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه. رشيت عليها رشه من الملح ورشه من الفلفل وقلبتها كويس جدا لغايه ما صفت الميه بتاعتها. وبعد كده حطيت الزيت بتاعي الكميه المناسبه طبعا على حسب حجم البصلايه. طبعا لو هتعملي كميه كبيره طبعا بتضعف كميه البصل. هنا انا بعد ما حمرت معايا يعني خلاص البصله هتتحمر معايا، حطيت معاها معلقه صغيره من الثوم المفروم. طبعا انا كنت حافظاه في الفريزر، فطلعته يعني عشان احمرها معاها. وبعد ما اتحمرت التومه مع البصله حطيت معلقه من معجون الصلصه، او اللي هي الصلصه الجاهزه معنى اصح، معلقه منها عشان تعلي التست معايا. مش متوفره عندك مفيش مشكله، بس بجد كل حاجه انا بضيفها بتعلي التست وبتعزز الطعم معايا. هنا بعد ما حطيت المعلقه الصلصه قلبتهم كويس جدا. وبعد كده حطيت الفلفل بتاعي. الفلفل ده على حسب الرغبه، بس طبعا يعني طرق الطعام الايطالي طبعا مشهور بالالوان بتاعتها. يعني انا هنا استخدمت فلفل احمر وفلفل اخضر. متوفر عندك الفلفل الاصفر بتحطي طبعا كمان بيزيد من قيمتها الغذائيه، لان الالوان في الاكل عامه بيبقى صحي جدا وبيعزز القيمه الغذائيه في الوصفه. هنا انا حطيت حبايه من الفلفل الاحمر بحجم متوسط، وحطيت حبايتين من الفلفل الاخضر. انا قلت لكم على حسب الكميه، هتعملي كميه قليله هتقللي يعني هتقللي عدد الطماطم والفلفل والبصل. هتعملي كميه كبيره هتضعفي طبعا المقادير. هنا حطيت 2 من الفلفل الاخضر وفلفلايه كبيره بحجم متوسط مش كبيره قوي، يعني حبايه فلفل بحجم متوسط مش كبيره. وحطيت طبعا هنا 4 من حبات الطماطم قطعتهم قطع صغيره. وبعد كده حطيتهم على البصل والثوم بعد ما حمرتهم. واول ما يعني صفوا الميه بتاعتها ونشفت ابتديت ان انا اهرسها يعني بالاداه اللي هي متخصصه بالهرس. زي ما انتوا شايفين كده خلاص هرستها. وحطيت التوابل بتاعتي كزبره طبعا، توابل صلصه، رشه من السكر، رشه من الثوم البودر. بتقلبي كويس جدا. وبعد كده اول ما تحسيها خلاص قربت تنشف معاكي تبداي ان انت تضيفي البيض. طبعا هنا انا خدت كميه نص الكميه عشان اشيلهم، طبعا عشان انا يعني جوزي ما يجي من الشغل ان انا يعني اعمل الحاجه سخنه. يعني انت يا دوبك بتعملي المعجون اللي هو من البصل والثوم والطماطم والفلفل. ده بتعمليه تخليه جاهز. اول ما تيجي تقدمي بتبداي تسخنيه وتضيفي البيض، يعني يبقى سهل معاكي ما ياخدش معاكي وقت ما تيجي تحضريه. انا كده بس عشان انا كنت هاكل انا وبنتي، فطبعا انا حطيت البيض على الطماطم يعني كده خلاص انا جاهزه اللي هي اللي انا اكل منها. وبعد كده حطيت البيض، حابه تسويه بالشكل اللي انتوا شفتوه معايا براحتكم، حابه تقلبيه يستوي بزياده دي حاجه بترجع على حسب الرغبه. اما كده طعمها يا جماعه بجد رهيبه بجد لما تدوقوها وتعملوها غير الطريقه التقليديه خالص. اتمنى ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم وتنول اعجابكم. بس كمان ما تنسوش معايا لو حضرتك جديده معايا في القناه اوعى تنسى الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلوا كل فيديو جديد.